يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن كتاب بعتبره من أهم الكتب العملية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو Building Machine Learning Powered Applications. في الشرح ده هنفصص فكرة الكتاب عشان أي حد فينا يقدر يقرر هل ده الكتاب المناسب ليه دلوقتي ولا لأ. خلينا ندخل في صلب الموضوع على طول. كتير مننا أكيد عدى على الموقف ده. تبقى عامل موديل نتائجه تجنن على جوبيتر نوت بوك أو كولاب وفرحان بيه جدا، لكن أول ما تيجي تفكر إزاي تحول الكود ده لمنتج حقيقي الناس تستخدمه، تلاقي نفسك وقفت. بتحس إن في فجوة كبيرة قوي بين اللي اتعلمته وبين الواقع. والمفاجأة بقى اللي الكتاب بيبدأ بيها هي الرقم ده. بيقولك إن في أي مشروع حقيقي بناء الموديل نفسه، يعني مرحلة التريننج والتستنج دي، ممكن تكون بتمثل 10% بس من كل الشغل. متخيل؟ طب وال90% الباقية بتروح فين؟ بتروح في كل حاجة تانية، من أول تجميع الداتا وتنظيفها وبناء الانفراستراكشر ولحد الديبلويمنت والمونيتورنج. يعني كل الخطوات اللي بتحول الموديل ده من مجرد كود لمنتج متكامل وشغال. ودي الخريطة اللي هنمشي عليها. هنبدأ نفهم إيه هي الفجوة دي بالظبط، وبعدين نشوف الكتاب بيحلها إزاي، ونتكلم عن عقلية المؤلف العملية جدا وإزاي نقدر نطبق ده على مشاريعنا، وهنعمل مقارنة سريعة، وفي الآخر نلخص كل ده عشان نعرف هل الكتاب ده لينا ولا لأ. أول جزء معانا بيركز على المشكلة الأساسية اللي الكتاب كله اتبنى عشانها، الفجوة الضخمة اللي بين إنك معاك موديل شغال وبيطلع أرقام وبين إنك معاك منتج كامل الناس بتستخدمه كل يوم. المؤلف نفسه إيمانويل أميسون لخص الحكاية كلها في المقدمة بتاعته. بيقول إن في كتب وكورسات كتير تعلمك تعمل ترين لموديل، وكتب تانية تعلمك تبني سوفت وير، لكن قليل قوي اللي بيعرف يدمج العالمين دول ببعض ويعلمنا إزاي فعلا نبني تطبيق عملي بيستخدم الماشين ليرنينج. وهنا بقى بيجي دور الكتاب بتاعنا. هو بالظبط بيقدم نفسه على إنه الجسر أو الكوبري اللي هيعدينا من عالم الأكاديميا والمودلز لعالم المنتج الحقيقي. يعني الكتاب ده مش مجرد شرح الخوارزميات أو نظريات، لا خالص. هو خريطة طريق كاملة للML System، بياخدك من إيدك في رحلة من أول ما الداتا تكون لسه خام، وتعدي بيها على الفيتشر انجينيرينج، وبعدين الموديلينج والتقييم، ولحد أهم وأصعب مرحلة وهي الديبلويمنت والمراقبة المستمرة بعد كده. بس في نقطة مهمة جدا لازم نكون واضحين فيها. الكتاب ده مستواه intermediate، يعني بيفترض أن اللي بيقراه عنده أساسيات المجال، فاهم يعني إيه ترين وتست، وبيعرف يكتب بايثون كويس. هو مش معمول لحد لسه بيبدأ من الصفر تماماً. أكتر حاجة بتميز الكتاب ده في رأيي هي عقلية المؤلف العملية. الراجل ده مش بتاع كلام نظري وخلاص، لا، هو بيتكلم من قلب المطبخ عن المشاكل والتحديات اللي بتقابل أي مهندس في الشغل الحقيقي كل يوم. وكمثال على ده، الكتاب مخصص جزء كبير لمفهوم خطير جدا ومصيبة بتحصل كتير اسمها الداتا ليكج. ببساطة، ده بيحصل لما الموديل بتاعك يغش ويتعلم من معلومة ما كانش المفروض يشوفها وقت التدريب، والنتيجة موديل نتائجه تبان خرافية وقت الاختبار، وأول ما ينزل على البرودكشن ينهار تماما. وعشان نفهم أكتر بصوا على المثال الممتاز ده من الكتاب. تخيل إننا بنبني موديل يتوقع لو يوزر معين هيحجز شقة. لو جينا وإحنا بندرب الموديل استخدمنا معلومة زي عدد الحجوزات اللي اليوزر ده عملها في المستقبل كواحدة من الفيتشرز، طبعا الموديل هيجيب دقة 100% تقريبا، بس ده غش صريح لأن المعلومة دي مستحيل تكون معانا في الحقيقة وقت ما اليوزر بياخد القرار. طيب، كلام جميل، بس إزاي المعرفة دي بتترجم لحاجة عملية أقدر أستفيد بيها، سواء بقى في مشروع تخرج أو في أول تاسك ليا في شغل جديد في المجال؟ الكتاب بيديلك منهجية واضحة جدا، متقسمة ل4 مراحل. أول حاجة تحدد أسلوب الأمل المناسب لمشكلتك، بعدين تدخل في مرحلة الإتريشن، تفضل تجرب وتلف مرة على الداتا والفيتشرز ومرة على المودلز نفسها، وأخيراً والمرحلة الأهم، إزاي تعمل deployment للموديل وتراقبه باستمرار عشان تتأكد إنه شغال كويس. والحلو قوي إن الكتاب بيغطي تقنيات حديثة جدا في عالم ال MLOps. مثلا بيشرح لك استراتيجية الشادو مود، ودي فكرة عبقرية بتخليك تختبر موديل جديد في بيئة البرودكشن الحقيقية، بيستقبل نفس الداتا اللي بيستقبلها الموديل القديم بس من غير ما قراراته تأثر على اليوزر، كأنه شغال في الخفاء زي الشبح كده. وده بيديلك ثقة رهيبة في أداء الموديل الجديد قبل ما تطلعه للناس كلها. وعشان الصورة تبقى أوضح، خلينا نحط الكتاب ده في مقارنة سريعة مع كتاب تاني مشهور جدا ومهم جدا في مجال قريب. المقارنة دي مهمة قوي. كتابنا بيركز على دورة حياة منتج الأمل كلها، من الفكرة لحد الديبلويمنت.
أما كتاب زي Designing Data Intensive Applications فبيركز أكتر على تصميم أنظمة الداتا والإنفراستراكشر اللي بتشغل التطبيقات دي على سكيل ضخم. ممكن نقول إن كتابنا بيعلمك تبني العقل الذكي للتطبيق، والكتاب التاني بيعلمك تبني الجسم القوي اللي يقدر يشيل العقل ده. تمام، وصلنا لآخر وأهم جزء، الخلاصة النهائية. الكتاب ده مناسب لمين بالظبط، وإيه الخطوات اللي ممكن ناخدها بعد كده؟ باختصار شديد، الكتاب ده استثمار ممتاز لوقتك لو عندك أساسيات ال ML بس محتاس ومش عارف تجمع كل الأجزاء دي في منتج واحد. لو طالب بتعمل مشروع تخرج ومحتاج خريطة طريق واضحة، الكتاب ده ليك. لو سوفتوير انجينير وبتعمل شيفت المجال ال AI، الكتاب ده أكيد ليك. في النهاية هو دليل عملي خطوة بخطوة، مش كتاب أكاديمي نظري. ولو حد حابب يستكشف أكتر، دي شوية مصطلحات أساسية من الكتاب ممكن تبحثوا عنها عشان تتعمقوا في المواضيع دي: ML Ops وموديل Deployment وشادو مود وA/B Testing، وطبعا موضوعنا المفضل Data Leakage. أما بقى للناس اللي بتحب تتعمق أكتر وتقرأ أبحاث، فالكتاب بيرشح أوراق بحثية مهمة زي البيبر دي من جوجل، اللي بتديلك زي تشيك ليست كده تقيس بيها مدى جاهزية أي نظام ML إنه يطلع برودكشن. وأخيراً، لو خلصت الكتاب ده وعايز تعرف تروح فين بعده، ففي مسارات ممكن تكمل فيها، زي الكتاب اللي قارناه بيه لو مهتم أكتر بالسيستمز ديزاين، أو كتاب زي Data Science from Scratch لو حابب تفهم الخوارزميات نفسها من الصفر. وفي النهاية أحب أسيبكم مع سؤال نفكر فيه كلنا: إيه هو أكبر تحدي بيمنع أي حد فينا إنه يحول أفكاره لمنتجات فعالية شغالة بالذكاء الاصطناعي؟ هل المشكلة في بناء الموديل نفسه، ولا في الديبلويمنت، ولا في تصميم المنتج، ولا يمكن في الفكرة من الأساس؟